اهلا بيكم في التايم لاين. لو كان عندك سوشيال ميديا زي الايام دي سنة 1905 اكيد كنت هتشوف على التايم لاين اخبار عن اكتشاف اكبر ماسة في التاريخ. طيب مين اكتشفها وفين وسموها ايه ويا ترى هي موجودة فين دلوقتي ومين صاحبها؟ جهز نفسك لكل الاجابات دي بعد البرومو. الحكاية بدأت في ترانسفال شرق جنوب أفريقيا لما المنقب توماس كالينان اكتشف حقل ماس شرق مدينة بريتوريا وحاول يشتري الأرض، لكن صاحبها يواكيم برينسلو رفض البيع تماما. وبعد وفاة يواكيم برينسلو قدر توماس كالينان يشتري الأرض من بنته بمبلغ 52,000 جنيه استرليني سنة 1901، يعني بفلوس النهارده يعملوا اكتر من 8 مليون دولار. وشوف الدولار بقى بكام دلوقتي، يلا ربنا يبارك لها. ما علينا من الحكايه دي. الاخ توماس كالينان اسس منجم بريمير للماس على الارض دي سنة 1902 على مساحة 32 هكتار او 76 فدان تقريبا. وفي يوم 26 يناير سنة 1905 فريدريك ويلز مدير السطح في منجم بريمير للماس اكتشف أكبر ماسة خام في التاريخ، وصل وزنها لأكثر من 3000 إيراد أو أكثر من 600 جرام، وأطلقوا عليها اسم كالينان على اسم صاحب المنجم طبعا. يا عم ما انت بتغني بفلوسك. بعد كده تم عرض ماسة كالينان في إحدى قاعات بنك ستاندرد بانك في جوهانسبرج، وشاهدها حوالي 9000 شخص. وبعد كده في سعي توماس كالينان عشان يشوف بيعة للماسة قرر إرسالها لمندوب مبيعاته في لندن في إبريل من سنة 1905. طبعا فكرة نقل أكبر ماسة في العالم من هنا لحد هنا عمرها ما كانت سهلة، وخصوصا وإحنا بنتكلم في سنة 1905. فعمل إيه بقى أخونا توماس كالينان؟ كالينان أجر قارب بخاري سريع جدا، وأجر حرس ومحققين، وحط الماسة جوه شنطة، والشنطة جوه صندوق، والصندوق جوه خزنة، والخزنة جوه أوضة القبطان. وكمان كان عليها حراسة مشددة جدا طول الرحلة. لكن الماسة دي كانت مزيفة، والماسة الحقيقية اتبعتت في صندوق عادي جدا بالبريد للندن. يا ابن اللعيبة يا فاجر. وفي لندن تم نقل الماسة لقصر باكنجهام من أجل عرضها على الملك إدوارد السابع. ورغم الاهتمام الكبير اللي لقيته ماسة كالينان إلا إنها قعدت سنتين من غير ما حد يشتريها. في حالة نحس. في الوقت ده كانت العلاقات سيئة جدا بين بريطانيا وبين حكومة مستعمرة ترانسفال في جنوب أفريقيا، وخصوصا بعد حرب البوير اللي انتهت باستسلام ترانسفال وحولتها من جمهورية إلى مستعمرة. لويس بوتا رئيس وزراء ترانسفال اجتمع مع أعضاء المجلس التشريعي لمستعمرة ترانسفال وقال لهم بقى جماعة الخير احنا لينا 60% ضريبة على الأرباح اللي بتيجي من وراء أعمال التنقيب عن الماس والذهب. قالوا له تمام. قال لهم طب وماسة كالينان دي بقالها سنتين ما اتباعتش، يعني مفيش أرباح، ايه الحل؟ قالوا له قول الحل يا كبير. قال لهم احنا نشتريها، وبعد ما هندفع فلوسها هيرجع لنا 60% من ثمنها. طب وبعد ما نشتريها هنعمل بيها ايه؟ قال لهم سهلة، احنا ممكن نحقق من وراها مكاسب سياسية اكبر بكتير من الفلوس. ازاي يا عم؟ قال لهم نبعتها هدية للملك ادوارد السابع ونستعيد العلاقات مع بريطانيا وهي كلها مكاسب. واجتمعوا للتصويت، وانتهت الجلسة بالموافقة بأغلبية 42 صوت ورفض 19 صوت. وفي اكتوبر سنة 1907 حكومة ترانسفال اشترت ماسة كالينان ب150,000 جنيه استرليني، يعني بفلوس النهاردة يعملوا أكتر من 20 مليون دولار. يا ابن المحظوظة يا فوزي. وتم تقديم الماسة للملك إدوارد السابع في حفل عيد ميلاده ال66 في يوم 9 نوفمبر سنة 1907 وسط حضور عدد كبير من العائلات الملكية في أوروبا. وأعلن الملك قبوله الهدية لنفسه والخلفاء من بعده.
بعد كده تم إرسال الماسة الخام دي لشركة جوزيف أشر لتقطيع وصقل الماس في أمستردام بهولندا في فبراير سنة 1908. وطبعا بالوسائل التكنولوجية اللي موجودة في الوقت ده كان الموضوع ده تحدي كبير جدا. عملية تقطيع الماسة أشرف عليها جوزيف أشر بنفسه، وأشرك معاه 2 من أمهر قاطعي الماس في الوقت ده، والتلاتة اشتغلوا بمعدل 14 ساعة يوميا لمدة 8 شهور على ما قدروا ينتهوا من تقطيع وصقل ماسة كالينان. وتم فقد 65% تقريبا من كتلة الماسة أثناء عملية التقطيع والصقل، ونتج عنها 96 قطعة صغيرة أو دقيقة و9 قطع كبار سموهم كالينان وأعطوا لهم أرقام من 1 ل9. كالينان 1 وكالينان 2 تم إرسالهم للملك إدوارد السابع. أما باقي القطع الكبيرة وال96 قطعة الصغيرين تم منحهم لجوزيف أشر كأجر عن أتعابه في عملية التقطيع والصقل. كالينان 6 اشتراها الملك إدوارد السابع بعد كده وأهداها لزوجته الملكة ألكسندرا. أما باقي القطع كالينان 3 و4 و5 و7 و8 و9 اشترتهم حكومة جنوب أفريقيا وتم إهدائهم للملكة ميري ملكة بريطانيا في حفل إعلان اتحاد جمهورية جنوب أفريقيا سنة 1910. وبالمناسبة في نفس الحفل ده تم منح لقب فارس، نقول للسير بقى، نقول للسير توماس كالينان صاحب منجم بريمير اللي تم اكتشاف الماسة فيه قبل كده. وبكده اتجمعت القطع من كالينان 3 إلى كالينان 9 في المجوهرات الملكية للملكة ميري، واللي اتنقلت بعد كده ملكيتهم للملكة إليزابيث الثانية بعد وفاة الملكة ميري سنة 1953. أما كالينان 1 فهي أكبر قطعة ماس غير ملونة في العالم، وموجودة دلوقتي في صولجان العرش البريطاني، ووزنها حوالي 109 جرام. وكالينان 2 موجودة في مقدمة التاج البريطاني ووزنها حوالي 63 جرام. كالينان 3 وكالينان 4 اتعمل منهم بروش وظهرت بيه الملكة إليزابيث الثانية في مناسبات كتير جدا. كالينان 5 اتعمل منها بروش لوحدها. أما كالينان 6 مع كالينان 8 اتعمل منهم بروش مع بعض. كالينان 7 اتعلقت كدلاية في قلادة ديل هيدوربار المصنوعة من الزمرد والماس. كالينان 9 اتعمل منها خاتم وسموه خاتم كالينان 9. وصور الملكة إليزابيث بيه نادرة جدا لأنها كانت متعودة تلبس جوانتي في معظم المناسبات. بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية اتنقلت ملكية ماسات كالينان للملك تشارلز الثالث، والله أعلم هيوزعهم ازاي وعلى مين. في النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لأصحابك، وما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.